كانش ماهوش بالضرورة، لأنه أنا حاب نتكلم على بعض المواضيع من بينها موضوع للأسف الشديد هذا التحرك نتاع ما يسمى بجماعة الماك. أولا نفتح قوس ونغلقه، وهذا الموضوع أنا ما كنتش حاب نتكلم عليه لأنه مثل ما قلت لكم أنا ملتزم بواجب التحفظ اللي راني فيه في باريس في فرنسا. كثير من الناس يسألوني يقول لي بزديرة وشنو القضية تاعك تا فرنسا، علاش راهم شادينك وش القضية؟ أنا اللي راني محكوم عليها في فرنسا في ظاهرها قضية سكنة عقار، كريت ابارتمون من عند واحد هذاك بوشعور ولعب لي الخدع وكذا، وقضية راهي في العدالة. لكن المشكل الأساسي اللي أنا ضحية هذا المشكل، وأتحمل المسؤولية أمام الله وأمام الشعب وأمام نفسي، وأنا فخور. أنا فخور بهذه التهمة اللي داروها لي. التهمة اللي داروها لي أنني أنا عميل للسلطات الجزائرية وعميل تبون وعميل للمخابرات الجزائرية وعميل للدولة الجزائرية. شكون اللي داروا لي التهمة هذو اللي داروا لي التهمة كاين 5 من الناس. فرحات مهني رافع عليا دعوة قضائية. كريم أملال اللي هو من جماعة فرحات مهني وهو سفير فرنسي سابق ومسؤول سامي في نظام ماكرون. كريم أملال تاع شوف فرحات مهني، كريم أملال، خنزير كازا رقاصة العيون، وليد ملوكة، وسيد أحمد بن عطية طيطيط تيزانة تاع وهران. هادو 5 رافعين عليا 5 دعاوي قضائية تحالفوا ضدي، داروا لوبي ضدي كي الكلاب تحالفوا ضدي، أنه هذا بن زديرة راهو عميل للمخابرات الجزائرية وعنده علاقة مع الجنرالات وعميل تبون وعميل الشنقريحة، وراهو هذايا ضد المعارضين السياسيين وضد كل من يعارض سياسة تبون وضد كذا وضد. دايرين لي هذه التهمة. مصالح الأمن الفرنسية من أفريل 2024 هم يحقوا يبحثوا يسألوا، بعثوا لبريطانيا، بعثوا السنغال، الطوغو وكذا، حكموا جماعة اللي نعرفهم من الجزائريين هنا أصحابي، شدوهم وحقوا معاهم وكذا وكذا، وراهم يحقوا لحد اليوم للآن وأنا معاكم راهم يحقوا. تهمتي وشن هي؟ عميل للجزائر. كش ما كاين خير أكثر من هذا؟ واحد عميل لبلاده، هي أنا عميل لبلادي ولا مشكلة، أنا عميل للدولة الجزائرية، مانيش عميل للأشخاص. أنا مانيش عميل كمال سيدهم السعيد ولا عميل تبون ولا عميل شنقريحة ولا عميل زيد ولا بوزيد، لا، أنا عميل للدولة تاعي. أنا أعارض أفكار فرحات مهني الانقسامية التخريبية والتهديمية، لأنه يمس بالمصالح العليا لبلاد الدولة وليس الأشخاص. إذن أنا مشكلتي فرحات مهني ومن معه من هذا الهشتكنا وبشتكنا اللي راهم رافعين عليا دعوة قضائية، وهذه هي لب الموضوع. أما قضية السكن هذاك موضوع آخر اللي راهو، لكن هذا هو الموضوع. لكن أنا عمري بصراحة ما كنت نتخيل أنه يأتي في يوم من الأيام أن الدولة الجزائرية تعطي قيمة لهذا فرحات مهني ومن معه وتصنفه في الجريدة الرسمية وتعطي له شرعية الخصومة، لأنه كارثة. لأنه هذا فرحات مهني من 1994 تقريبا أو 93 وهو ينادي بهذا تقسيم الجزائر وإقامة دولة وكذا من بكري، الناس كل تعرفه، وانتقدناه ودخلنا معاه في هضرة وكذا وكذا. لكن الآن بعد صدور اسمه في الجريدة الرسمية وبعد ما تم تصنيفه كإرهابي وحركة إرهابية وكذا، يعني النظام الجزائري أعطى شرعية لفرحات مهني لم يكن يحلم بها. لأن السؤال مطروح، لماذا فرحات مهني اختار الآن هذا التوسويس وهذا إعلان الدولة ولم يفعل ذلك أيام بوتفليقة؟ لأنه أيام بوتفليقة كان يعتبر
فرحات مهني يعني ظاهرة بارازيتية، قالوا له راهي خالية من بعد، قالوا له بعقبة راهو قال عليك داب، خليه يقول داب. درك أي واحد يهضر نرد له صرف، خلي. لأنك الإنسان كي ما تقيموش معناتها ما عطيتلوش شرعية. كي تقيموا وتخرجوا في الجريدة الرسمية وهذا كذا إرهابي وتنظيم هذا كذا وكذا، وتخرجوا في الجريدة الرسمية وزيد تخرجوا في جريدة الخبر وفي وكالة الأنباء الجزائرية تعطيتلو شرعية. إذن أنا أقول أن السلطة الحالية سلطة غبية، سلطة فاشلة، لأنها أعطت شرعية ومشروعية ومصداقية لفرحات مهني لم يكن يحلم بها. فرحات مهني عمره ما كان يتخيل أنه يزعج النظام الجزائري أو السلطة الجزائرية وراه يقلقهم، ما كانش يتخيل. الآن تأكد أنه مادام داروني في الجريدة الرسمية وأصبح تنظيم إرهابي وأصبح تنظيم كما يقول لك الناس خطير وكذا، معناتها راهم دايرين لي قيمة، معناتها راهم خايفين مني. إذن الآن يجب أن أفكر في الخطة الثانية، وهي إعلان حكومة أو دولة القبائل كما يقول. إذن أقولها بكل صراحة، فشل وغباء السلطة عندنا اللي هي سلطة زريبة الإعلام هي التي قوت وأعطت قيمة لفرحات مهني ومن معه، لأنه تجاهل فرحات مهني أيام بوتفليقة كان لحكمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى ومستشاري المرحوم بوتفليقة. لأنه بوتفليقة كان عنده مستشارين، كان عنده رجال دولة قالوا له ما تقيمش هذا النكرة، هذا البارازيت ما تقيموش، ما تحوسش عليه. ما كانش يحوس عليه. الآن الحثالة والحاشية الفاسدة والفاشلة اللي تحيط بالتبون قالوا له لا، لازمنا نقيموا فرحات ونديروه في الجريدة الرسمية ونديروا وليد ملوكة. وليد ملوكة واحد ما كان يسمع به أصلا، الاكستريسونس تاعو شهادة الميلاد تاعو مجهول النسب، الجنسية مادية من عند أمه مش من عند بيو. أصبح في الجريدة الرسمية كمعارض رسمي وشخصية وطنية وكذا، وفي الجرائد تكلم عليه كذا. النظام الغبي، السلطة الفاشلة أعطت شرعية لمن لا يستحقها، اللهم إلا إذا كان الأمر مخطط. إذا كان هذه خطة مدبرة، من أشار على تبون أنه يدير هكذا يريد بالفعل أن يجعل من فرحات مهني زعيم قومي ويريد تقسيم البلاد، هذيك نقول لهم اسمحوا لنا، احنا اللي ظهرنا أغبياء وانتم ظهرتوا أذكياء، ونستعرف بكم راكم نجحتوا في تنفيذ الخطة والكونتر الخطة، وهاي لكم استعرف بكم. ظهرنا باللي احنا اللي بغولة وأغبياء، لأننا كنا نعتقد أنكم فاشلين، لكن انتم على بالكم شكم ديروا. أنتم تعرفون جيدا ماذا تريدون وماذا تفعلون وما أنتم مقبلون عليه. ربي قدر الخير. لهذا السبب أقول القادم أسوأ بكثير. أكتفي بهذا القدر على أمل اللقاء معكم في موعد قادم. ألقاكم بخير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أجهزة الاستخبارات الجزائرية تتمتع بمصداقية عالية، وسبق لكن ما كانش تعاون ما بين هذا الشعب والقادة نتاعو، ما كانش تقدير. إلى أن الشعب المغربي